بكل صراحه فهي تصريحات غير مسؤوله وماشي ولدت صدفه، لان شفناها وعشناها قبل كاس افريقيا. لان اول مره كنشوفوا ناخب وطني كيقول انا غنمشي نجيب كاس افريقيا. عمرنا سمعنا في تاريخ كرة القدم، سواء في كأس العالم أو في كأس أوروبا أو حتى في كؤوس اللي كتكون إقليمية اللي عندها صبغة حبية. كذلك كيقول لك ملي مشى لكأس افريقيا كيقول لك انا تفاجئت بالمستوى ديال كأس افريقيا، تفاجئت بالحراره، تفاجئت باللياقه البدنيه ديال المنتخبات الافريقيه. وغادي نرجع للمغرب باش يمكن لي نقلب على لاعبين اخرين باش يمكن لي نبني هادشي اللي نكمل العمل تاعي بداكشي اللي بنيت، وكيخص نقول هادشي اللي هدمت. كذلك كيخرج بتصريحات غير مسؤوله ضد الاطر الوطنيه اللي نعتها بالفشل، ولكن تاريخ الارقام هي كاينه، وكينعت بانه هو عنده اعظم انجاز هو اللي كاين في 2012. وكذلك تيقول فهو مستعد باش يعطي لهذه الاطر الوطنيه مناصب شغل. يعني كيبان لك التصريحات تاعو قبل كاس افريقيا ولا من بعد افريقيا كلها غير مسؤوله، وكتبين بلا انسان كيخصو ان بسيكاتر يعالج نفسه عاد يمكن له يكون مسؤول. كمدربين حنا ما ضدش الاجنبي، بالعكس اجنبي ديما كان كيجي المغرب معزز مكرم ويشتغل في ظروف جيده وما كاين حتى شي مشكل. ولكن الوقت دابا اللي كنذكر فيه انا الان يعني الوقت الراهن، ف ماشي كنقولوا يمشي كيرات ولا يبقى كيرات، غير المشكل اللي حنا فيه الان هو يعني هذا الصراع اللي ما خصوش يكون في هذا الوقت بالذات. انت خرجتي من كاس افريقيا يعني في الدور الاول، تربص ما كانش في محله، يعني استدعاء بعض اللاعبين ما كانش محله، جاهزيه اكثر من 6 لاعبين ما كانتش محلها. فهذه كلها اشياء ما لاحظهاش فخر الدين ولا الزكي ولا العمري ولا مندوزه، لاحظوها عامه الشعب صغير وكبير. فلهذا انا كنظن بانه غير التصريح الاخير ما كانش، الا كان هو حتى لهاد الساعه انا تنقولها لك، الا حيت حنا كننتظروا من كيرات الجواب، الا كان هو التصريح من عنده وكان حقيقي وواقعي خصو يطلب اعتذار، لانه هذا ماشي وقت ديال انك تجي من كاس افريقيا فعاود تجي تطلب اعتذار وتكمل. الا كنتي انت غتشتغل، لان هذا شغل ديال الجامعه شغلك هذاك. اما باش تجي ودير تصريح بهذه الطريقه ديال يعني جميع المدربين الاطر المغربيه فاشله ولا هذا تصريح ما كانش محله.